سعد خليفة الفنان العراقي يتلقى علاج الأحبة قبل الأطباء والدواء. كلاه توقفت فوجد 10 كلى من متبرعين أثمرت الابتسامة التي زرعها فيهم عن هذا الموقف النبيل. العراق بخير رغم كل الظروف، ذلك الانطباع الذي خرجنا به من المشفى الذي يرقد فيه الفنان سعد خليفة. رسم البسمة على وجوه وشفاه العراقيين. أبكاني البارحة أكثر من متبرع، يعني متبرع من الحشد الشعبي من محافظة ذيقار يقول لي سألتحق بعد كم يوم فحتى أتبرع بالكلى قبل لا ألتحق. هذا المتبرع عباس الطائي البطل، وهذا المتبرع وافق زين سلمك تعال يمي، وهذا المتبرع البطل من الحشد الشعبي من انصار الله الاوفياء يسلمك، و10 متبرعين وتليفونات يعني دا يسابقون بحيث نقول لهم اكو ناس اجوا يسووا فحوصات القهره قالوا لا احنا نريد. الكل خير وبركه، والعراق ان شاء الله بزود اهله وصباعه باكر نشوفه بذوله، باكر نشوفه بذوله. عباس كريم من العمارة من محافظة ميسان منطقة حي المعلمين الجديد. بعد ما شاهدت الفنان سعد خليفة على السوشيال ميديا يعني تعرض إلى فشل كلوي، وماكو لا من حكومة ولا من شخصيات ثقافية أو سياسية بادرت بإنقاذ روح الفنان العراقي اللي بادر. وطبعا أنا من اجيت هنا لبغداد متبرع من العمارة، أولا وأخيرا هو أنقذ حياة إنسان بالبداية، مو الهدف يعني إذا كان فنان أو طبيب أو أيا كان، لا هو إنسان يعني، وكعراقي محتاج المساعدة اجيت أبادر له حتى أقدم له المساعدة. من المتبرع واثق ضير ساشد من محافظة المثنى، جيت لهذا المكان ليتبرع الأخ الأستاذ الفنان النجم سعد خليفة. طبعا الدافع اللي خلاني لهذا المكان الغيرة العراقية لا غيرها فقط. رسم البسمة على شفاهنا طويلا، أعماله طبعت في أذهان العراقيين لسنوات. صاحب الظل الخفيف سعد خليفة يرقد اليوم في ردهات الطوارئ يعاني من عجز كلوي حاد. نقل على أثره إلى مستشفى الكرامة التعليمي ببغداد. حاليا هو أستاذ سعد خليفة اليوم الثالث له لغسل الكلى، الجلسة الثالثة. وضعه بدأ نوعا ما يستقر نوعا ما، حيث كان يعني من ارتفاع ضغط الدم واضطراب في أملاح الدم. حاليا بدأت الوضع الصحي يستقر نوعا ما. لحد هذا اليوم جوني تقريبا 3 متبرعين حبا وبدوافع إنسانية، يعني اجوا لأستاذ سعد خليفة اللي تبرع بكلاهم. تم إحالتهم إلى شعبة المختبرات لإجراء التطابق الأنسجة، وبعد ذلك نقوم بالإجراء الفحوصات الاستكمالية. فنان استطاع أن يضع نفسه في مرتبة التميز من خلال الأعمال التي أجاد في تقديم أدوارها، لا سيما كفنان كوميدي. سعد خليفة شاء القدر أن يتعرض لوعكة صحية ترقده المشفى، على أمل تحسنه وعودته للساحة الفنية في وقت سريع.